شيء يحز في الخاطر اني انا اتكلم في هذا الموضوع، وانا شاعر انه كثير من الناس مستائين من ابناء محافظه ظفار من اللي بيصير حقيقه، يعني في موضوع الشيء الدخيل. كل مره يجيبون الناس وافكار دخيله. الان لما تجيب انت شركه تنظم لك مناسبه مثلا عرس، والشركه هذه تحط افرادها على كراسي كثيره، فتجي انت صاحب الواجب اللي ما تخلي واجب من شرق ولا غرب ولا شمال ولا جنوب، تجي انت ناس معروفين، قبائل، ناس لهم عشائر محترمة جدا في الواجب في كل مكان، ولا ما تجي هناك مثلا يقول له صاحب الشركة هذه الأماكن محجوزة. إحراج ما بعده إحراج للناس. عيب يجي هذاك الشخص بمكانته يعني لازم يكون تاجر، ولا لازم يكون مسؤول، ولا لازم يكون يعني عنده شركات وعنده كذا على أساس أنك أنت تفتح له المجال. عيب، هذا في حقكم أنتم وفي حق الناس اللي جايين. هذا جايين يقدموا واجب، جايين وتاركين أولادهم وتاركين ارتباطاتهم، جايين يأدون واجب عندكم، يعني احتراما لكم جايين يأدون لكم واجب. في النهاية هذاك الشخص يقول له مالك مكانه، وهذا المكان حال محجوز، حال يعني حال طبقة مخملية، طبقة عالية. أنا شايف أن هذا ما يصير. اللي جاء حيا الله في أي وقت، ناس وجه في المجتمع. لما يجوا ما لازم يكون عنده فلوس، ما لازم يكون وكيل، ما لازم يكون مدير عام، ما لازم يكون صاحب شركة. ما يصير يا إخواني. هذه الأشياء الدخيلة اللي تصير علينا هذا مش حلوة، تنحرج فيها أنت صاحب المناسبة، وينحرج فيها طبعا هذا الشخص اللي جاي عشان خاطرك أنت ويؤدي واجب لك أنت، تارك أعماله وأشغاله وارتباطاته وجاي يؤدي واجبه لك أنت. وفي النهاية يعني نتعامل معاه كأن احنا نهينه أو ما نقدره، فيدور ويلف ويسمع كلام ما يعجبه ويرجع ويطلع من المناسبة. مش حلوة يا إخواني صراحة.